في هذا المقطع سأعلمكم أفضل الطرق لتطوير لاعبين الأساطير، وخاصة اللاعبين المهاجمين الذين تحتاجونهم في اللعبة بطريقة أسطورية. ولكن أولا لا تنسوا دعم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وأهم شيء عندما تطورون اللاعبين هناك أشياء يجب أن تعلموها. في هذا المقطع سأشرحها لكم، ويلا نبدأ. وطبعا شباب، أنا سأطور اللاعب الأسطوري تريزيجيه، وانظروا كيف سأطوره. أنا اخترت تطوير نادر، وأرى التطويرات إذا كانت جيدة أقوم به، وإذا كانت سيئة لم أقوم به. هنا التطويرة سيئة أكيد، سنعمل عام ثم نطوره. أهم شيء يجب الابتعاد عن التطويرات، قطع الكرة والباس، وإذا اضطررتم لتطويرها فطوروها عام لكي لا تضطروا لتطويرها أكثر من حبة، لأن المدرب العام يطوره حبة واحدة. وأيضا لا تطوروا الشوت مبكرا بتطويرات قوية، فقط حبة واحدة حتى لا يخرب منكم تطوير. هنا نظرت إلى النادر ولكن سيء، ليس سيء، انتظرت حتى أجمع الأسطوري ونظرت إلى الأسطوري. أنا قمت بالعام هنا، وأريكم الآن ماذا أطور. هنا ظهرت لنا التحمل والسرعة، طورتها لأنهم ظهرت لي تطويرات سيئة مع الأسف. هنا طورنا القوة البدنية والسرعة، رأيت إلى التطوير الأسطوري. انظروا، نظرت إلى التطوير الأسطوري وكنت أبحث عن تريزيجيه. هنا ظهر لي التحمل، التسارع والكنترول، لذلك لم أقوم به، سأعمل عام. هنا التطوير سيء جدا. قمت بالعام وطورت الذي أحتاج إليه، التحمل والتسارع، لكي أتجنب باقي الطاقات التي لا أريدها. وأنتم أيضا يا شباب حاولوا أنكم لا تطوروا التطويرات عشوائية، وحاولوا أن تبتعدوا عن قطع الكرة وأيضا التمرير. إذا اضطررتم أن تطوروا أحد منهما، تطوروا الباس بحبة واحدة فقط. وهنا بعد ما جمعت جواهر مرة أخرى قمت بالعام لأن التطويرات ظهرت لي سيئة. وبحثت عن تريزيجيه مرة أخرى، ظهر لي التسارع والتحمل، التحمل والتسارع مرة أخرى. في كل مرة يظهر لي التسارع، التحمل، تسارع وتحمل، تسارع وتحمل. أبتعد فقط عن التطويرات السيئة. وهنا يا شباب قمت بالتطوير ولا أدري ماذا قمت به. قمت بالتطوير الأسطوري، ظهر لي الكنترول، التسارع وقطع الكرة والباس، لكن قمت بالعام ثم تجنبت الباس وقمت بتطوير الكنترول وأيضا التسارع. هل فهمتم قصدي؟ بحبة واحدة فقط. لما تكون التطويرات لياقية أقوم بحبتين، لما تكون تطويرات غير أقوم بالعام وأطورها بحبة واحدة. وطبعا شباب، هو السر في التطوير، لا تطور بالنادر والأسطوري أشياء لا تحتاجها، لأنك إذا طورت مثلا الباس بالتطوير النادر والأسطوري أو الأسطوري سيخرب لكم التطوير، ويصبح اللاعب غير قادر على التطوير بشكل جيد. وهنا قمت بالتطوير الأسطوري وظهر لي القوة البدنية، التحمل والتسارع والشوت، لكن لم أقوم بالتطوير الأسطوري. سأقوم بالنادر وأطور التحمل والقوة البدنية وأيضا التسارع، لأنها تطويرات لياقية. وبذلك تجنبنا التطويرات السيئة الأخرى وقمنا بالتطوير لياقي، وهكذا لم يخرب لكم التطوير. وأيضا شباب معلومة،
أنا أنتظر التطوير الأسطوري يكون لي يقيا كاملا ثم أعمل به، يعني السرعة والتسارع والتحمل والقوة البدنية، لكن ما ظهر لي لحد الآن. وهنا يا شباب اضطررت لبيع بعض اللاعبين من حدث كأس العالم، حدث البطاقات الأحمراء، وصراحة أنا لا أحتاجهم لأنهم طاقتهم 82 لا يفيدونني. بعت هذا اللاعب، أولا اللاعب الكوري، لأن كوريا لم تتأهل إلى ثمن النهائي أو على الأقل دوري 32. ثم ذهبت إلى التطوير، ثم يعني هنا أضغطت بالخطأ. قمت بالأسطوري وانظروا ماذا ظهر لي: التحمل والكنترول والباس وقطع الكرة. هنا يعني سيء التطوير، وذهبت إلى المدرب العام، ثم قمت بالقوة البدنية والكنترول أيضا. حسبتموني طورت قطع الكرة، لكن لا، أنا طورت بالعام كنترول وقوة. أنا ابتعدت كثيرا عن التطويرات السيئة، يعني طورت الباس في مرة واحدة بالعام اضطررت لذلك ونسيت أن أصور اللقطة، ومرة أخرى اضطررت لحذف اللاعب مقابل مدرب عام. حذفت لاعب هايتي الذي خسر في دور المجموعات ولم يتأهل مع الأسف، حتى هو مثل كوريا، مثل اللاعب الكوري. قمت بالعام طبعا تطويرات سيئة. قمت بالأسطوري أولا، رأيت ماذا فيه: التحمل، الشوت، التسارع. كنت يعني أفكر ماذا أفعل، والكنترول، ولكن لم تضبط معي. قد تقولون لماذا لم تعمل نادر على الشوت؟ إذا طورت الشوت فلم يظهر لي مجددا، سيظهر لي فقط قطع الكرة والتمرير، وهذا ما لا أريده. قمت بالعام وطورت الشوت وأيضا التحمل. وهنا يعني نظرت إلى الأسطوري وانظروا: التحمل، القوة البدنية والتحمل، وأيضا الشوت، لكن لا أريدهم. وقمت بالنادر، وانظروا قمت بالنادر وطورت اليقين فقط: التحمل، أو عفوا القوة والتحمل والتسارع، أو عفوا التسارع والتحمل والقوة، يعني عادي. انظر طورت 3 طاقات. طبعا المدرب النادر يعطيك حبتين، والمدرب الأسطوري 3 حبات، والمدرب العام حبة واحدة. ونظرت إلى التطويرات الأسطورية، هنا ظهر لي السرعة والتسارع والتحمل والقوة البدنية. وأخيرا هنا أقوم بالتطوير، وأخيرا والآن قمت بالتطوير، وقلت في نفسي عندما أجمع جواهر مرة أخرى سأكمل التطوير. وهنا يا شباب بعد أن جمعت جواهر قمت بالأسطوري، ورأيت ماذا فيه. هنا الهاتف بطيء قليلا، اعذروني. وقمت بالأسطوري ونظرت إليه: الشوت، التسارع، التحمل، لكن سيء. حرام نعمل شوت والسرعة والتسارع ونعمل له أسطوري، راح يخرب. ولكن قمت بالعام وقمت باختيار التسارع وأيضا الشوت بحبة واحدة. وهكذا طورنا تريزيجيه إلى 98 في الشوت و95 في التسارع.
هنا نظرت إلى الأسطوري وما زال الهاتف بطيء قليلا. نظرت إلى الأسطوري، ظهر لي التحمل، التسارع، السرعة أيضا. ولكن راح نعمل عام لكي نتجنب قطع الكرة والباس. وهنا نعمل عام أو نادر عفوا. نقوم بتطوير اللياقي، السرعة والتسارع، عفوا التحمل والتسارع والسرعة، وهكذا تجنبنا التطويرات السيئة. وهكذا شباب، انظروا إلى الأسطورة التريزيجيه تقريبا يتمكس وبطريقة أسطورية. وكما قلت لكم شباب، أهم شيء عندما تطورون لاعب ابدأوا باللياقي أولا. وهنا يا شباب اضطررت مرة أخرى لحذف لاعب من لاعبي كأس العالم، ولا صراحة لا أحتاجه. قد تقولون أنه سريع وحذفته يعني إيلانغا لاعب السويد. لا أدري ما أحذف، هنا كنت أفكر ما أحذف، وحذفت إيلانغا مقابل تطوير عام، لأنني لا أريد أن أجمع جواهر أكثر. تعبت لكي أجمع جواهر، قمت بالعام. وطبعا ظهرت لي تطويرات سيئة سأريها إياكم. في الأسطوري طبعا السرعة وقطع الكرة والباس، لكن سأطور بالعام لكي لا يخرب التطوير. هنا عام أطور السرعة وأيضا الباس، لأنهم أول طاقتين ظهروا لي. وهكذا تجنبنا قطع الكرة لأننا نحتاجه. أوكي شباب، الآن نقوم بأن ننظر إلى الأسطوري. تطوير الأسطوري، ظهر لنا الشوت والسرعة والباس والكنترول، ولكن لم أفعله. وللتذكير يا شباب، نظرت إلى الأسطوري، تطوير أسطوري، وظهر لي السرعة، الشوت والكنترول، لكن لا أحتاجه. والباس وقطع الكرة لا أحتاجه صراحة. وأيضا قمت بالتطوير العام وظهر لي السرعة والشوت وطورتهم. وبعد ذلك سأنظر إلى الأسطوري أيضا، إلى تطوير الأسطوري، وأصبح تريزيجيه تقريبا ماكس. نظرت إلى الأسطوري، وإذا ظهر لي السرعة والتسارع والشوت والكنترول، خلاص السرعة، التسارع، الكنترول والشوت، تمام ممتاز. ولأنه تقريبا اتمكث راح أعملهم الآن. سأقوم بالتطوير. وانظروا إلى التطوير، أصبح 99 في السرعة، و100 في التسارع، 100 في التحمل، و100 في القوة البدنية. وبعد ما مكثنا السرعة، القوة البدنية والتحمل والتسارع، بقيت لنا السرعة لم تظهر هنا مع الأسف. لذلك اضطررت لتطوير الكنترول والباس. وبما أنه تقريبا تمكس، راح أعمل عام مرة أخرى. وهنا اضطررت لحذف لاعب آخر من كأس العالم ولا أحتاجه، وهو لاعب كندا ديفيز. حذفته، هنا تم الحذف مقابل مدرب عام. وذهبت إلى تريزيجيه، عندي الكثير من المهاجمين لذلك لم أحتاجه. قمت بالتطوير العام، ثم ذهبت إلى تريزيجيه والهاتف بطيء. طورت الشوت والسرعة عفوا والكنترول وأيضا السرعة، وهكذا تمكس معنا السرعة. وطبعا إلى آخر تطوير لدينا، وأريد تطويرها في الكنترول على الأقل 96 أو 95. قمت بالنادر وظهر لي الكنترول، الشوت أو عفوا الباس والكنترول مرة أخرى، لأنه لم يظهر شيء آخر. وهنا طورت. وطبعا أشكر عباس على
مساعدته في التطوير، وأيضا هو تمكن الآن اللاعب. وأعطيكم نصيحة عند التطوير: لا تطوروا الشوت في البداية بتطويرات قوية، فقط في كل مرة تطويرة واحدة. يلا لا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا مع السلامة.